وعليكم ورحمة الله وبركاته. اخوات حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طب يا جدعان، في البداية النهاردة الفيديو بقى هيبقى حاجة مختلفة، بداية عن اللي انت كيف تحمي الجيميل بتاعك، كيف اللي انت تحميه من اي حد يخترقه او اي حد يخش ياخد بيانات من على الجيميل بتاعك. ما هو اصل الجيميل بتاعك ده تمام، يعني انت مديله سماحات يخش على الجهاز بالكامل. يعني عاوز مثلا تعمل حساب مثلا يوتيوب، القناة بتاعتك لحاجات كتير. ممكن في ناس بترفع الداتا بتاعت الصور والفيديوهات والحاجات كتير على اي كلاود، في جوجل برضو، في حسابك برضو. كل الكلام ده على الحساب او على الجيميل، تمام. طيب، فبالتالي اللي اي حد هيخترق الجيميل بتاعك كأنه ركب التليفون بالكامل، تمام. طيب، في البداية كده صاحبي، هو في واحد كان باعت لي، تمام، هوريهولكوا ثانية. تمام، هو كان بعت لي يعني حاجه زي دي، يقول لك تليفون واحد صاحبي، قلت له ماله، قال لي متهكر والمطلوب نعمله الكلام ده، تمام. فالمهم بدات ان انا ابدا معاه واحده بواحده لحد ما خلصنا كل حاجه، تمام. ففي الفيديو ده تمام اوريكم كيف نامن الحساب بتاعنا، تمام، ضد اي حد يخترقه وضد اي حد ماشي حابب اللي هو يعرف بياناتنا، يتجسس علينا، اللي هو يبتزنا باي حاجه، تمام. الفيديو ده للتوعيه الامنيه، مش اللي انت تروح تعمله في حد، تمام. طيب، في البدايه كده نفتح بس البيانات عشان خاطر ايه، الواي فاي قفل دلوقتي، تمام. في البدايه كده احنا بنخش على الجيميل، تمام، بالشكل ده هنا الجيميل، تمام. بتدوس يا صاحبي على الثلاث نقط دول، لحظه واحده، المنطقه دي بالشكل دي، تمام. تمام، وبتختار الجيميل بتاعك. احنا خلاص اخترنا الجيميل تمام. هتدوس عليه اداره حسابك على جوجل، تروح تدوس عليها بالشكل تمام. تلقائي تروح مودياك على الشكل تمام. طيب، في البداية كده يعني ايه، انت بتخش هنا، تبدأ بقى ترجع تنزل لتحت، تمام، تنزل لتحت تاني، تمام. او ممكن مثلا نخش على الابسط من كل ونخش على ايه، الامان. انت بتشد الشريط بالشكل تشده كده، تمام، وتدوس على الامان، تمام. طيب، في البداية بيقول لك هنا حماية حسابك، تمام. لحظة كده نقفل بس وضع التوفير، او نعمل هنا وضع عدم ازعاج، الشكل احسن، تمام. المهم بنكمل يا صاحبي، وبعدين عندك هنا شوية حاجات. في البداية أول حاجة وأهم حاجة التحقق بخطوتين غير مفعلة عندي أنا، ليه؟ أصل الحساب ده لسه عامله، تمام. فأنت بكل سهولة بتخش تعمل بقى أول حاجة، تخش هنا عندك يثبت الهوية، تروح دايس على البصمة طبعا بتاعتك، هكذا. بتعمل تحقق بخطوتين لو في حد، طبعا ايه، انت طبعا هتمشي والكلام ده يعني ايه، هتمشي مع ايه تفعيل ميزه التحكم بخطوتين والكلام ده، انا مش هعملها، تمام، لان انا ايه، ده حساب فيك، تمام. طيب، وبعدين بتخش على رقم الهاتف، اضافه رقم هاتف، لازم تضيف رقم هاتف، تمام. طيب، وعندك هنا مفاتيح المرور والامان، يعني لو نسيته تقدر ترجعه، لو ايه، لو نسيت، يعني لو نسيت الباسورد، في حاجه اسمها ايه، باسورد احتياطي، تفهمني؟ طيب، وفي حاجة تانية انت ممكن تعملها، لو يعني لا قدر الله الحساب بتاعك حد اخترقه، تمام، هتعمل ايه؟ هتبقى في حاجة اسمها جيميل استرجاع، اللي هو ايه، يعني حساب استرجاع. يعني مثلا الشخص الفلاني اخترق الحساب بتاعي، تمام، فانا عاوز الحق اللي انا ارجع الحساب، تمام. اعمل ايه؟ هيبقى في حاجه اسمها جيميل استرجاع، يعني ثانيه واحده، شايف رقم الهاتف المخصص لاستيراد الحساب، تمام، والبريد الالكتروني المخصص لاستيراد الحساب، تمام. احنا في الاول لما دوسنا على التحقق بخطوتين قال لك ايه هنا، ثانيه واحده كده، هنا او شايف هنا قال لك ايه، اضافه رقم هاتف، ده اضافه رقم هاتف للجيميل بالكامل. لكن هنا بالشكل هنا رقم هاتف اللي انت تسترده، يعني ممكن تعمل رقمين، الرقم الاولاني للجيميل، تمام. لو الشخص اللي اخترق الجيميل بتاعك هيغير طبعا الرقم الاولاني، ولكن عمر ما يقدر يوصل للرقم التاني، تمام. فانت بقى بكل سهوله بتخش على الجيميل، تمام، بتخش على الجيميل، تمام، وبعديها على طول بتعمل ايه، استيراد رقم الهاتف، يا استيراد قصدي الجيميل برقم الهاتف التاني اللي هو اللي احنا قلنا عليه الاستيراد، يعني يبقى هنا رقمين، الرقم الاولاني اللي قلناه في التحقق بخطوتين، وان الرقم التاني، تمام. فبتضغط عليه، بتضغط قصدي على عمل حساب، تمام، تضغط على ايه اللي انت عندك حساب، وبعدين بتخش تكتب الرقم بتاعك، تمام،
تلقائي بيروح يجيب لك ايه الحساب بتاعك، يرجعه لك ليه؟ اللي انت كتبت كده الرقم الصح. تمام. طيب بعديها على طول البريد الالكتروني المخصص لاستيراد الحساب، يعني انت لو دوست عليه بالشكل دوت تمام هيقول لك اعمل لي بريد الكتروني، ادخل بريد الكتروني المخصص لاستيراد الحساب، بعمل بريد الكتروني تمام ماشي، وتكتبه هنا. بعد ما بتكتبه يا صاحبي تلقائي يعني بكل سهولة تمام بيجيب لك تم وخلاص. انت كده تمام كده ايه خلاص، يعني انت مش محتاج ان انت تعمل حاجة تانية اكتر من كده في تأمين حسابك تمام بكل سهولة يا صاحبي. انت لما يعني حد يخش على جهازك تمام او حد يخش على الجيميل بتاعك بكل سهولة بتعمل ايه؟ بتدوس استرجاع الحساب، او هو طبعا اللي خد الحساب بتاعك تمام، غير الباسورد وغير الجيميل وغير الكلام ده كله، خلاص بقى ايه الجيميل بتاعه تمام. طيب بكل سهوله يا صاحبي هتروح دايس على استيراد وتسترده من خلال الجيميل اللي المفروض انت تكون كتبته هنا اهو يا شباب، لازم تكون كتبت جيميل هنا وفعلته تمام، ورقم هاتف برضه تكون كتبته وفعلته كده. يعني الناس اللي شايفه الخطوات صعبه او كتيره والكلام ده، ما هو يا صاحبي ما فيش حاجه بقت سهله في الدنيا دي، انت فاهمني؟ يعني انت حاليا الحاجة اللي مش هتعملها بإتقان ماشي، انت من كده ممكن تعرض نفسك ويعني بيتك للخطر، تمام؟ يعني اكيد تليفونك عليه صور يعني شخصيتك، وعليه صور لحد مهم عندك وهكذا، انت كده بتعرض كل ده للخطر بسبب اللي انت مكسل تعمل حاجة. تمام. طيب اعرف ازاي اللي في ناس عندي يعني في الجهاز او في ناس عندي مخترقة الحساب؟ هتلاقي هنا اهو الاجهزة، شايفين هنا الاجهزة، تروح دايس عليها بالشكل دوت تمام. عندنا ايه جهازين، ده اندرويد تمام، وادي هنا الريدمي نوت 13 تمام، ده تليفوني انا ريدمي نوت 13 تمام. طيب دي هنا جلستك ايه الحاليه، انما ده انا فتحته بالتابلت بتاعي، يعني انا اوريكم حاليا مش اللي التابلت بتاعي انا حاليا فاتح عليه نفس الحساب تمام عشان يجي هنا. لكن انما انا شايفين بص امبارح هوريكم ثانيه واحده، امبارح انا كنت باعت له جاي له هنا اللي هنا، بصوا ثانيه كده اهو جلسة واحدة، شايفين هو نفس الحساب، خلي بالكم لاحظوا نفس الحساب، شايف جلسة واحدة في اندرويد تمام، جلسة كان يعني جلسة واحدة. لكن انا هنا عملت تليفون واحد تاني تمام، بحيث اللي ايه نعرف نعمل تروح دايس على البتاع بالشكل دوت تمام، واهو شايف تسجيل الخروج، تروح دايس على تسجيل الخروج بالشكل ده تمام هنا. لكن انا هسيبه تمام عشان انا محتاجه، ده على التابلت بتاعي وانا اللي عارف تمام. طيب هنا يا صاحبي انت هنا طبعا على البحث عن الجهاز تقدر تعرف المكان ده، الجهاز ده فين مكان، اختراقك ده فين مكان، حلو، وهكذا يعني هتعرف كل حاجة عنه تمام. وهو برضه يقدر يعرف كل حاجة عنك، وهو برضه يقدر يفرمطك وانت تقدر تفرمطه. فاللي عاوز كيف يفرمط اي حد من خلال الجيميل يبعت لي وانا هديله الطريقه، وكل ده مجاني تمام. طيب وتدوس على حمايه حسابك بالشكل دوت تمام، هيجيب لك ايه بقى هنا؟ اضافه رقم هاتف وبريد الكتروني المخصص لاستيراد الحساب، يعني لازم تركز في الكلام تمام. وهنا التصفح الآمن لازم يعني ايه تخلي بالك، والأجهزة طبعا إلغاء تثبيت التطبيقات الضارة، يعني لو في تطبيقات ضارة مربوطة بالجيميل تمام هيجيلك العلامة بالشكل دوت تمام، فطبعا تخش طبعا يعني ايه تروح حذفها تمام. طيب عمليات الربط بالجهات الخارجية تمام، يعني لو في أي محتوى خارجي والكلام دوت تمام هو مربوطة بالجيميل، فأنت طبعا لازم تخش تشيلها تمام. ولحد هنا يا صاحبي ده كان الشرح بتاعنا، ولو ما عملتش اشتراك تشترك في القناة، وأحلى مسا عليكم.